السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى تعالوا مع بعض هنعمل كده طريقة جامدة جدا، ولا هتفردي ولا هتدهني ولا اي حاجة هتعملي بيها. هنعمل بطريقة سهلة جدا، هنعمل مع بعض صينية جلاش سهلة جدا، مش هتحتاجي اللي انت تدهني ما بين طبقة او طبقة. بجد بجد برافو عليه اللي اخترع الطريقة دي. يلا مع بعض هنعرف هنعمل ايه. اول حاجة هتجيبي جلاش هنا طازة، من اللي هو عند بتاع الكنافة والقطايف والحاجات دي. يعني يستحسن اللي هو الطازة، بلاش اللي هو المجمد، لان اكتر المجمد بيبقى طعمه مخزز ومش كويس. هنبدأ نعمل فيه ايه زي ما انتم شايفين كده بالمقص. هبدأ اللي انا اقص شرايط كده. انا طبعا اعتذر لان انا ماسكه وبصور بالتليفون، فانا مش قادره اتحكم فيه جدا. انا كده يعني فصلت الفيديو وخلصت كل القطعه، ورجعنا مع بعض اهو بالشكل ده، عباره عن شرايط. طب هنعمل بيها ايه الشرايط دي؟ هتبقى جلاش ازاي؟ صينيه جلاش هنشوفها دلوقتي، بس هنعرف مع بعض الاول في مكونات بحطها على الجلاش. هنا عندي كوبايه ونص لبن، وعندي قطعة سمنة بقى بلدي اي حاجة، وملح وفلفل اسود، وشوية او نص معلقة بيكنج باودر، بس كده. ده هنقلبهم على بعض من غير ما نسخنهم، وهنركنهم على بعض. وهنا عندي عاملة لحمة عصاج، لحمة مفرومة وعليها بصل متقطع قطع صغيرة، وملح وفلفل اسود، بس الملح بحطه في اخر مرحلة خالص عشان اللحمة متكلكعش مني. هنبدأ بقى نعمل ايه ونرص ايه ونعملها ازاي الجلاش المقطع ده يا رندا. اول حاجة انا عندي صينية، طبعا حسب مقدار الجلاش اللي انت عاملاه. انا جايبه نص كيلو، ودي اخد الصينية دي. هبدأ اللي انا افرش الصينية نص الجلاش ب نص الصينية هفرشها بنص مقدار الجلاش اللي معايا. وهنبدأ بقى نحشيها من النص زي ما انت عايزة بقى. انا عاملة هنا لحمة مفرومة، عايزة تعمليها بالصدق، عايز تعمليها بأي حاجة إن كانت أي حشو انت تحبي. احنا النهاردة هنعملها باللحمة المفرومة، وطبعا حسب ما انت بتحبي اللحمة المفرومة فيها كتير قليلة. احنا بنحبها متوسطة، ما بنحبش لحمة مفرومة كتير فيها ولا قليلة، يعني متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اللي انا انزل المقدار التاني او بقية الجلاش، احاول ان انا افرده برضك يبقى مغطي الطبقة اللي من فوق، وهبدأ اضغط عليه كده. كده احنا تمام مع بعض جدا، ولا دهنا رقات ولا دهنا اي حاجة. تعالوا بقى اقول لكم على حاجة. انا عندي اللحمة مفرومة، لما بعمل لحمة مفرومة بعمل كمية وبشيل الباقي في الفريزر، ينفعني في وقت اكون عايزة اعمل حاجة سريعة وجاهزة، زي ما قلت لكم قبل كده. انا هنا خلصت طبعا الطبقة التانية. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنبدأ نصب عليه اللبن بالسمنة بشوية بيكنج باودر وشوية الملح وفلفل اسود على الجلاش من فوق. يعني من كوباية ونص لبن لكوبايتين الا ربع. هبدأ ان انا اوزع اللبن كده واسيبه 10 دقايق وادخله الفرن. واعتذر ان انا ملحقتش اصوره بعد ما طلع من الفرن. بجد معلش نسيت. احنا اكلناه بقى وطلع، ملحقتش اللي انا اصوره بصراحة من حلاوته، وطبعا طلع على الفطار على طول، فملحقتش بصراحة ان انا اصوره، بس ان شاء الله تتعوض. بس جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.